بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بكم في لقاء جديد وفيديو جديد من لقاءات قناتي المتواضعة، قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. أهم 3 أقسام أو 3 محاور عشان تعيش حياة جنسية أو صحة جنسية حلال أفضل. تمام. أنا اكتشفت إنه في ناس كثيرة مش عارفة الفرق ما بين أو مقتنع، هو يقول لك أنا خدت بتاعة التأخير واخدها للانتصاب، وبتاعة الانتصاب مكان التأخير. وناس ممكن ياخد 2 انتصاب بس أنواع مختلفة، يعني دي شركة ودي شركة من الأنواع اللي طالعة جديدة دي، وهو يفتكرها إن دي واحدة للانتصاب واحدة للتأخير. فما تتكسفش، يعني لو كان صاحبك اللي بيوصف لك الحاجة عنده أخطاء، لأ، حاول تسأل حد يكون يعني عنده المعلومة. تمام. ومعلومة الدواء غالبا مش هتلاقيها إلا عند الصيدلي. فأهم 3 أقسام مش 3 أنواع. بص كده: قسم زيادة الرغبة، يعني الموضوع ده عشان تحله صح لازم تفكر في ال3 محاور دول، وفي محور رابع بعد ما تخلص العملية الجنسية. تمام. القسم الأول الأدوية اللي بتزود الخصوبة وبتزود الحيوانات المنوية. كل علبة فيهم دول على سبيل المثال فقط، طبعا كل واحد فيهم ليه قصة، مش دول بس بتوع الرغبة. تمام. لكن أنا جايب دول على سبيل المثال. تمام. كل دواء فيهم ليه طريقة استخدام أنسب لناس معينة عن ناس تانية، أنسب في السعر، أنسب في اختيار يعني الشكل المناسب ليك، سواء في صورة أكياس، في صورة كبسولات، في صورة أقراص. التريب جولد ده بيستخدم أيضا لزيادة الرغبة عند السيدات، هيكون ليه فيديو لوحده بطريقة جرعة معينة تختلف عن طريقة الجرعة للرجل. شوف، ده أول قسم. يبقى لازم تحط في دماغك إنه في حاجة لزيادة الرغبة، وطريقة استخدامها إزاي والكلام ده إزاي، برضو ده في فيديوهات لوحدها عشان بس أنا ما أطولش عليكم. القسم التاني القسم بتاع الانتصاب، اللي هو بيزود تدفق الدم للقضيب، ملوش علاقة بقى بهرمونات، يعني زي عملية كده ميكانيكية، زي عملية فيزيائية اللي بيحصل. فده بس بتاع قوة الانتصاب، وده ليه أشكال كثيرة وبرضو أسامي كثيرة ومواد فعالة كثيرة. كل قسم فيهم تقدر تختار برضو الأنسب ليك حسب المواصفات بتاعته. القسم الثالث بتاع التأخير، ودي الدابوكسيتين، على أساس الدرجة دي هو معمول كده، أو مخصص للانتصاب، يعني أو واخد الترخيص بتاعه ك مخصص لسرعة القذف. معذرة، يعني ده القسم الثالث أو النوع المحور الثالث اللي المفروض كل حد يحطهم في دماغه عشان ما يتوهش كتير. يعني أنا مش بتكلم على أسامي منتجات، بتكلم على زيادة أدوية لزيادة الرغبة، ودي على سبيل المثال، وأدوية أو منتجات لقوة الانتصاب، والأخير لسرعة القذف الدرجي. وفي ناس بتستخدم الدبرام، في منه تركيز 20 وتركيز 40. وفي برضو يعني منتجات كثيرة جدا زي النفرانيل والسوبرانيل وكل الأنتي ديبريسنت. فأنا بس في الهدف من الفيديو إن أنا بس عايز أفهم الناس إن هو ما يجيش أو يفكر في دماغه لا ده أنا عايز أقوى برشامة، كلمة أقوى دي وخلاص. لا، أنت شوف إيه مشكلتك فين. هل مشكلتك في انعدام رغبة ضعيفة؟ هل مشكلتك في انتصاب؟ هل مشكلتك في تأخير؟ شوف المشكلة فين وبلغها للصيدلي. وأنا هنا في صيدلية عناية تقدر تقول مشكلتك بسرية تامة إن شاء الله، حتى تكتبها في ورقة عشان بس تاخد الحاجة الصح وتاخد الحاجة اللي هي فعلا تحل مشكلتك. لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.